صباح الفل حلوين. النهارده هنعمل صينيه بطاطس مقطعه كله على بعض اهو. دي البطاطس مخرطاها وعليها بصل وعليها فلفل حامي على بارد على رومي وحاطه كزبره اهي، وحاطه 7 بهارات، وحاطه فلفل اسمر وفص ثوم واحد عشان ايه بيتعبنا لما بنكتر الثوم. لسه هنحط لها مرقه دجاج بقى. هننزل كده بقى. انا بحب اديها ايه صدمه زي ما انتم عارفين، اللي متابع معايا صينيه البطاطس بديها صدمه كده وتشويحه كده الاول قبل ما انزل عليها بقى. دي هنعملها بالفراخ، بس الفراخ انا عايزه متبلاها واحطها في الاخر على الوش. سيبها بقى تاخد تدي كده بشكل ودي مع بعضيها، وبعد كده نضرب القوطه ونحطها بقى عليها. بس بقى كده بتدي شكل جميل، سوري، طعم جميل وريحه حلوه قوي. كزبره، حتى كزبره اهي، وحتى فلفل اسمر اهو، وحتى 7 بهارات، واحط لها بنزل عليها مرقه الدجاج. وهنعمل ايه جنبها طبق رز كده بالشعريه. الفرن اهي، عايزه اقول لكم ريحتها تجنن، عسل عسل، جميله اهي زي السكر، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. ده يومنا النهارده بطاطس ورز وجميل كده، سهل جدا. عملنا بقى طبق رز بشعريه، حمرنا الشعريه بحبه زيت حلوين وسمنه كده بلدي جميله. الرز بيلمع اهو، البخار مش عارفه شايفينه ولا لا اهو. وبعدين الرز وطالع مفلفل اهو. بتاعتنا النهارده بصوا استوت اهي وجميله عسل اهي، تحفه، فرقه جميله اهي. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. وادي الرز بتاعنا بفلفل كده والشعريه كده عسل اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.